وحشتوني. مش مصدقه ان انا قاعده القعده دي اخيرا. وبجد المره دي احنا بعد الساعه 12 بالليل في التوقيت الشتوي ده غريب جدا، بس على فكره ده التوقيت اللي انا كنت مستنياه من بدري، علشان معرفش، بس انا التوقيت الشتوي ده بيديني احساس كده ان اليوم طويل وان انا بعمل حاجات كتير. احنا في اول ثواني في الفيديو هو عارفه ان انا اخواتي هيسيبوا كل حاجه في الفيديو وهيقولوا لي في شنطه فوق الدولاب. جماعه في شنطه فوق الدولاب. تمام شكرا. انا بشرب كرك ادماني اللامتناهي، انا بجد معرفش امتى بالظبط ادمنته، بس انا بعشقه. اتمنى ان انتوا كمان تجيبوا حاجه كده تشربوها. وخلوني احكي لكم موضوع النهارده. لو حد بيفكر انا حياتي الاجتماعيه عامله ازاي، فانا بجد شخص مش اجتماعي خالص. واكتشفت مؤخرا ان انا كنت يعني حاطه تصنيف سطحي على البني ادمين بشكل مش طبيعي، انه يا اما الناس تبقى منطويه، يعني لو في مثلا سكيل كده، يا رب الايديتنج سكيلز بتاعتي تديني القدره ان انا اعمل السكيل ده. لو في سكيل كده فانا كنت شايفه ان الناس يا اما اجتماعيه يا اما السايد التاني خالص منطويه. بس على فكره هو في سبيكتروم كبير قوي للموضوع، يعني في حاجات كتير قوي في النص. ما ينفعش بني ادم يا يبقى اجتماعي يا يبقى منطوي، هو ده اكستريم، ده يعني تطرف قوي، فاهمين قصدي؟ فحسيت برضو مؤخرا ان كوني بطلق على نفسي شخص منطوي او انتروفيرت برضو مش حقيقي، يعني او مش منطقي او مش التعبير الاصح. انا بحب الناس جدا، وعلى قد ما اتخزوقت منهم وطلع عيني منهم وجالي ترومات الدنيا والاخره، بس بحبهم. اعمل ايه؟ على فكره ده الكور، انا بحس ده الكور بتاعنا كبني ادمين، احنا ربنا خلقنا كده. هنعمل ايه طيب؟ هنعمل ايه؟ انا حاسه ان انا علاقتي بالناس شويه عامله شبه الشمعه دي متولعه على فكره وريحتها خطيره. انا بحس ان انا في اوقات بكون زي الشمعه دي، متولعه كده وقادره ادفي المحيط اللي حواليا، بس اللي هو حياتي. قادره اعيش جوه الكونتينر ده، بس بيتي اوضتي، مش عايزه اعمل اي حاجه تانية. في اوقات تانية بحس ان انا شبه الولاعه دي، قادره اولع شمع تاني، قادره يتعمل بيا حاجات كتير قوي غير الشمع عامه. اتمنى ان انا اكون عرفت اشرح اللي انا عايزه اقوله. بحب الناس كلها ومش عارفه ايه، بس في نفس الوقت اللي عارفني عارف ان انا بحب البابل بتاعتي، بحب الفقاعه اللي انا عايشه فيها، ومش عشان ما عنديش حل تاني، او مش عشان اي حاجه غير ان انا بحبها. واخيرا قلت ده بصوت عالي، انا بحبها، انا بحب حياتي زي ما هي. بيجي عليا وقت كتير جدا بحس ان انا لوحدي، وان انا ما اكتسبتش العدد المهول من الصداقات بسبب ان انا فضلت. عارفين الفيديو بتاع اللي هو انا فضلت سلامي النفسي جدا لدرجه ان مش عندي حد اخرج معاه غير اختي؟ دي قصه حياتي. برجع واقول انا عمري في حياتي ما هغير ده، اصلا مبسوطه قوي كده. بس هقول لكم شويه عادات احسنت من جوده حياتي الاجتماعيه، اللي زمان كانت بجد صفر، ودلوقتي الحمد لله يا رب عندي دايره مقربه صغيره، دايره قد كده لا ترى بالعين المجرده، بس في دايره الحمد لله. اول نصيحه: ما اعملش الناس انهم انا. ما ينفعش اعامل بتنجانه ان هي حبيبه. ما ينفعش اتوقع من اللي قدامي ان هو متربي زيي، بيفكر زيي، نيته زيي، بيزعل زيي او بيفرح زيي. بتبسط قوي لما يجيلي هديه معينه، فما ينفعش ان انا اسيوم ان اللي قدامي هيتبسط بنفس الهديه. فانا لما كنت مثلا اجيب هديه لحد انا عارفه ان هي هتبسطني قوي، لو جات لي واداني الرياكشن بتاعي اللي هو اوه شكرا وبتاع وخلصت القصه، بحس لو انا بجد شخص حتى ممكن كلمات معينه تضايقه. فكنت دايما بخلي بالي قوي مع الناس اللي قدامي في الكلام، لدرجه ان انا كنت ممكن اتنازل عن حقي في مواقف عشان كنت بخاف ان انا ازعل اللي قدامي. بس اكتشفت انه اولا بتنازل عن حقي في حاجات، فاللي قدامي معلش مثلا ان في كذا وكذا بيضايقني، بلس انه اصلا اللي قدامي ممكن مش فارق معاه خالص الكلام اللي انا هقوله ده ولا هيزعله. انا مش شرط اللي يكون اللي بيزعلني هو اللي بيزعل الناس. ببساطه بطلت اتعامل مع كل الناس نيتها زي نيتي. مش بقول ان انا ملاك، بس يعني مش كل الناس بتبقى نيتها مثلا حلوة من ناحيتي زي ما انا نيتي حلوة من ناحيتهم، والعكس صحيح. تاني نصيحة وهي ان انا لما ازعل من حد اقوله على طول. انا دي حاجة كنت بستراجل بجد فيها لحد السنة اللي فاتت مثلا.
انا لو زعلت من حد انا ممكن الحد ده يجي يخلص عليا احسن من ان انا اروح اقول له ان انا زعلانه منه. انا كمان مثلا زعلت منك النهارده، بكره هعصر على نفسي ليمونه عشان لما اشوفك ما حسسكيش ان انا عيطت بسببك امبارح. قصه حزينه ولوب مفرغه بجد من ان انا بحرق نفسي، انا بحرق نفسي حرفيا، وبوصل لمرحله ان انا مش قادره اتعامل مع الشخص اللي قدامي. عشان كده في ناس في حياتي قطعت معاها من كتر ما انا شلت منها وما قلتلهاش، مع ان انا ممكن لو كنت، بس طبعا كل حاجه مكتوبه يعني، بس ممكن لو كنت فرغت اول باول كنت عرفت اتخطى، فاهمين؟ فالصراحه بالنسبه لي اسلك طريق في اي علاقه في الدنيا، لو زعلانه اقول انا زعلانه، متضايقه اقول انا متضايقه، كده على طول طن زي ما هي. تالت حاجة، وان انا اعرف الناس طريقة التواصل المفضلة بالنسبة لي. انا طول حياتي شخص مش بيحب المكالمات، فانا مش بتاعت مكالمات طويلة خالص، وده بيضايق ناس كتير مني ان بحس معظم الناس بتحب مكالمات التليفون، بس انا بجد بجد بكرهها. تاني حاجة الناس بتلجأ لها التكستنج. انا سيئة جدا في التكستنج، وان انا اركز مع المسجات، او لو بتحكوا لي موضوع او كده واتساب والكلام ده، سيئة جدا. بس بصراحة ده عن عمد، انا ابتديت ان انا ابني فيا ان انا ما اتعلقش قوي بالسوشيال ميديا as much as possible. يعني اتصلي بيا قولي لي يلا بينا ننزل نتقابل حالا، عندي موضوع مش عارفه ايه، هنزل اقابلك. انا بعشق المقابله فيس تو فيس، اقعدي معايا 24 ساعه احكي لي قصه حياتك، ما عنديش مشكله، لكن ولا تتصلي بيا ولا تكستنج. ده حلو في ايه بقى؟ عشان اللي قدامك يبقى فاهم انك ايه البريفرنس بتاعك، وكذلك انت تبقى عارف ايه البريفرنس بتاعه. وانا مثلا لو عارفه ان اللي قدامي بيحب التكستنج، مثلا ان احنا نتكلم على الواتساب، احكي له حاجه بسرعه، اطمن عليه مش عارفه ايه، لما ببقى عارفه ان اللي قدامي ده بيفرق معاه اكيد بعمله له، عشان العلاقات رايحه جايه مش وان واي. رابع حاجه هتبقى زي القلم على وشي دلوقتي، هي ان انا ابطل استنى من اللي قدامي ان هم يجوا ينقذوني. للأسف كنت دايما بتعامل ان الناس لما انا اقع في مشكلة هيجوا ينقذوني، او هيجوا يواسوني، او هيجوا يقفوا جنبي، او هيجوا يشيلوا حزن الدنيا وحمله من على كتافي. ودي حاجة عمرها ما تحصل في الدنيا تقريبا. مفيش اي حد في الدنيا ممكن يعمل كده لحد غير ام اب اخوات، بس مش حاسه ان في اي حد في الدنيا ممكن يعمل كده. فدايما كان اي رياكشن من اللي قدامي لو انا عندي مشكله كان بيضايقني، فابتديت اكوميونيكيت على قد ما اقدر انا محتاجه ايه في اللحظه دي. يعني انا في اللحظه دي مثلا بمر بفتره صعبه، انا مكتئبه، انا حزينه، انا واتس ايفر، انا محتاجه منك انك تعمل لي 1 2 3، او تواسيني بالطريقه ال1 2 3. وممكن بجد الطريقه ال1 2 3 دي هي بس ان انا في موضوع شغلني انا كحبيبه، فهقعد احكي فيه مره واثنين وثلاثه عشان اطلعه من السيستم بتاعي. فكل اللي انا عايزاه منك انك تسمعني بهدوء، مش لازم كل مره تديني نصايح يا سيدي، اسمعني بس. ومش قادره اقول لكم مفعول الكوميونيكيشن ده كان سحر عليا، انه ايه السهوله دي ايه السهوله دي لما انا اديتك المفتاح وانت شخص كويس برضو يعني، فهتستخدم المفتاح ده لما انا اديتهولك. فالحياه بقت كده احسن بكتير عشان اللي قدامي عارف انا محتاجه ايه وبيعملهولي. وين وين سيتويشن. انا مش بقول ان انا خبيره علاقات اجتماعيه، يعني بالعكس انا ممكن اكون من افشل البني ادمين في الحياه الاجتماعيه، بس انا بتعلم كل يوم وبحب اشوف تجارب الاخرين واتعلم منها. لو انتوا عندكم اي نصايح غيرت من حياتكم الاجتماعيه برضو قولوا لي، بجد هكون سعيده قوي ان انا اسمع حاجه زي دي وان انتوا تشاركوني بيها. وانا ما قلتش الحاجات دي المره اللي فاتت بس عشان حاساها بديهيه، وانا محبش اجبر حد على حاجه بصراحه، كل واحد حر. بس هكون شاكره جدا لو عملتوا لايك وكومنت وسبسكرايب وفعلتوا اي حاجه، وعشان ده بيسبورت وبيخلي الفيديو يطلع للناس اكتر. عامة انا راضيه بال50 بني ادم اللي عاملين لايك المره اللي فاتت، بس يعني لو انتوا عايزين تكرموني الله يكرمكم. ولنا لقاء اخر في منتصف ليل اخر. باي باي.